السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الاحوال ديالكم تكون طيبه ان شاء الله. معكم زينب من قناه فتافيت زينب. اليوم ان شاء الله فيديو جديد بمناسبه عاشوراء. الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والهنا، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله غادي نوجدوا فقيقصه مالحين، 6 ديال الاشكال ومذاقات مختلفه بعجينه وحده. قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول للناس اللي مازال ما تابوناوش يتابوناو، مرحبا والف مرحبا بهم، يبارطاجيو مع الاحباب ديالهم ومع الاصدقاء ديالهم. وبلا ما نطول عليكم كتر نمشيو ان شاء الله نشوفوا المقادير. عندي 150 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، واحد الياغورت طبيعي، 3 المعالق كبار ديال فرماج محكوك، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، عندي واحد نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال لاموطارد، وعندي 480 غرام ديال دقيق الفرص اللي غربلناه قبل. اذا على بركه الله نبداو ان شاء الله. غناخذوا الدقيق ديالنا، يعني غنديروا فيه كاع المقادير اللي ناشفه. زدت الملحه وزدت عليها الثومه، غادي نزيد الفرماج احمر، وغادي نزيد الزبده. غنحاول انني نرمل بها شويه الدقيق. دابا غادي نزيد زيت الزيتون، غنزيد معلقه كبيره ديال لاموطارد والياغورت الطبيعي، وغادي نبدا نعجن. اذا كيف ما دائما انا ان شاء الله راه غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. غادي نحاول انني نجمع العجينه مزيان بيديا. اذا كيف ما كتشوفوا انا هنايا العجينه ما تجمعتش ليا، خاصني نزيدها واحد شويه تاع الماء، 3 المعالق كبار ديال الماء صافي. وغنحاول انني ندلكها واحد شي شويه. ما تخافوش واخا يعني كتبان لكم قاصحه، راه عادي الزبده غادي تذوب في العجينه وغادي ترطب. انتم غتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في الفيديو. اذا بعد ما عجنت العجينه ديالي مزيان، انتم كيف ما كتشوفوا يعني راه رجعت رطبه. انا قسمتها على 6 باش نخرج بها 6 ديال الشكيلات. انا غادي نبداو باول شكل. خديت واحد الكره ديال العجينه اللي غنسرحها مزيان بالدلاك. هذا الشكل هذا غادي نديرو باللوز مالح، يعني اللوز مملح، يا اما غادي تاخذوه من عند مول الزريعه او لا تقدروا يعني تصايبوه في الدار. انا ان شاء الله راه غادي نحط لكم واحد الفيديو باش نوريكم كيفاش درت لهذا اللوز هذا مالح. اذا غادي نطلقها مزيان، وغادي ناخذ واحد الموس غنقاد ليها الجناب ديالها باش تجيني يعني مستطيله، يعني يجيو جناب مقادين.
وخديت واحد الفرشات غادي ندهن نص ديال العجينه ببيض البيض، ما ندهنوش كلها، ما ندهنوش العجينه كلها باش يعني باش ما ينشفش هنا داك بيض البيض. يعني هاد البيض البيض الوظيفه ديالو انه هو اللي غيشد لينا داك اللوز. صافي من بعد ما دهنت غادي ناخذ اللوز وغادي نحاول انني نستفو بهذه الطريقه. وغادي نبدا ندور على داك اللوز بحال الا كنديرو ديك لابوش. نتمنى ان الفيديو يكون واضح، وغادي نقطعوه بالموس. نفس الحاجه غادي نديروها للطرف الثاني، وهذوك يعني دوك الجوانب اللي حيدنا قبيله راه غادي نجمعوهم ونعاودو حتى هما نكملوا بهم يعني بنفس الطريقه. اذا هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد البلاطو اللي فرشت فيه بلاستيك الغذائي، غنحط فيه ديك العجينه ديالنا اللي عمرنا باللوز، غادي ندخلوها للفريغو الكونجيلاتور، نخليوها واحد ساعه حتى ساعتين المكانه حتى تقصح لينا باش تجينا سهله الا غنقطعوها. اذا دابا غادي نبداو ان شاء الله الشكل الثاني. هذا الشكل هذا غادي نديروه بالزعتر. خديت الزعتر اللي نقيته من العواد اللي كيكونوا فيه وطحنته وغربلته، وطلقت العجينه ديالي، قديت لها حتى هي الجناب بحيت لها دوك الجنيبات اللي معوجين بالموس. وغادي ناخذ بيض البيض غادي ندهن بها هاد المره غندهن العجينه كلها بيض البيض، وغادي نرش فوق منها الزعتر، وحتى هي غندير ليها نفس الشكل اللي درت اللوز قبيله. يعني حتى هي غادي ندورها وغادي ندخلها للكونجيلاتور حتى تقصح. يعني وما تقيدوش غير بهاد الاشكال اللي درت انا. تقدروا تاخذوا هاد العجينه هذه مثلا دهنوها بلا موطارد وتهنوها بلا موطارد وديروا فوق منها طبقه ديال الهريسه حتى هي بهذا الشكل هذا، تلويوها على بعضها على راسها وتدخلوها للكونجيلاتور. تقدروا كذلك تاخذوا الزيتون الاسود حتى هو طحنوه ودهنوه فوق من العجينه، تلويوه حتى هو ودخلوه للكونجيلاتور. يعني راه كاينين بزاف تاع الاشكال. مثلا عوض الا ما عندكمش عاوتاني الا ما عندكمش اللوز، تقدروا تاخذوا غير الزيتون داك الخضر اللي بلا عظم، ديروا نفس الطريقه باش حطيت اللوز وديروا يعني حتى هو تدخلوه للكونجيلاتور وتخليوه حتى يبرد مزيان عاد باش تقطعوه. يعني راه كل واحد يعني ديروا بحسب داكشي اللي متوفر عندكم. اذا الشكل الثالث ان شاء الله خديت واحد الكره ديال العجينه وغادي نزيد عليها واحد 2 معالق كبار ديال الفرماج محكوك. انا عندي هنايا فرماج فومي، يعني باش يعطيني داك المذاق ديال الفومي في العجينه. غادي نحاول انني ندخل الفرماج مزيان في العجينه، نحاول انني ندلكها واحد شي شويه حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وقسمت انا العجينه على 2، غادي نحاول انني ندير فيها واحد الحربول. غادي ناخذ بيض البيض، غادي نحاول انني ندهن الحربول ديالي مزيان بيض البيض، وغادي نفندها في البافو. تقدروا ديروا الزنجلان بيض، تقدروا ديروا الزنجلان العادي، يعني كيف ما كنقول لكم دائما راه يعني كل واحد يقدر يدير داكشي اللي متوفر عنده. ونفس الحاجه غادي نديرو حتى هي، غادي ندخلوها للكونجيلاتور نخليوها واحد ساعتين حتى 3 سوايع عاد باش نخرجوها باش يعني التقطيعات تجينا مقاده. اذا هنايا غادي ندوزو ان شاء الله للشكل الرابع. خديت واحد الكره ديال العجينه زدت عليها معلقه كبيره ديال لا موطارد وواحد المعلقه كبيره ديال الفرماج محكوك. غنحاول انني ندخلهم مزيان في بعضياتهم.
غادي نرش شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل ونحاول انني نسرح العجينه ديالي مزيان. تما غتبان لكم شي حاجه في العجينه يعني بحال قهويه، راه غير الفرماج فومي هذاك هو اللي عطاني داك اللون. ديت واحد الغشا ديال ستيلو وغنحاول انني نتقبيه ديك العجينه كلها بشكل عشوائي. وخديت واحد الغلاقه ديال القرعه وغنقطع بها العجينه ديالي. تقدروا ديروا على شكل دائري اولا مثلا تاخذوا غير الموس تقطعوه بشكل يعني بحال مثلثات، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. صافي وغادي ندخلوهم الفران يطيبوا على 160 درجه. ردوا لهم البال، راه ما تيخدوش بزاف الوقت في الطياب، يعني دغيا كيطيبوا. دابا غادي نديروا الشكل الخامس. خديت واحد الكره ديال العجينه اللي زدت عليها واحد معلقه صغيره ديال الشونيه وغادي ندخلها فيها مزيان. قسمت العجينه على 3 ديال الحرابل، ما بغيتهمش يجيوني يعني كبار بزاف، وغادي نحاول انني نقطعهم يعني بحال فقاس. هادو ما يحتاجوا لا كونجيلاتور لا حتى شي حاجه. صافي حتى هما غادي نديرهم غنستفهم كلهم في الطاوه وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. وهنايا غادي ندوزو للشكل السادس والاخير. خديت واحد الكره ديال العجينه اللي طلقتها يعني سرحتها مزيان بالدلاك، غادي نقاد ليها جناب ديالها بموس، يعني بغيتها في هذه الحاله تجيني على شكل مستطيل. غناخذ بياض البيض، غادي نحاول انني ندهنها مزيان بياض البيض، وغادي نحك شويه ديال الفرماج غير النص في النص تاع العجينه. وغادي نغطيها بالنص الاخر اللي ما فيهش الفرماج. غنحاول انني نضغط شويه بيديا باش داك الفرماج يعني يلصق مزيان في العجينه. وهنايا خديت ديك القطعه ديال البيتزا، حاولت انني نقطعهم يعني على شكل مستطيلات. غادي ناخذ العجينه وغادي نحاول انني نلويها على راسها. كنتمنى ان الفيديو ان شاء الله يكون واضح بالنسبه لكم. ملي غنساليو الكميه كلها غادي نديرهم في الطاوه وغادي ندخلهم حتى هما يطيبوا. اذا هنايا من بعد ما ساليت كاع الاشكال ديالي في هذا الوقت راه دوك الفقيقسات الاولين اللي بدينا بهم صافي راه تكونجلاو ليا. دابا غادي ناخذهم يعني غادي تقطعوا معايا بسهوله. كيف ما كتشوفوا راه ما كيتهرس اللوز ما حتى شي حاجه، ساهلين يعني في التقطاع. صافي غادي نسالي الكميه كلها اللي عندي، غندخلهم للفران يطيبوا كيف ما قلت لكم على 160 درجه، يكون اصلا مسخن على 190 180، ونقصوا عليه الفران فاش ندخلوهم.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات ديالنا. راه تيجيو لذاذ بزاف هشاش، ويمكن لينا نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، يعني نديروهم شي بواطه اللي ما يدخلش ليها الهواء، اولا اكياس بلاستيكيه اللي يكونوا مسدودين مزيان، ندخلوهم الكونجيلاتور وما تيوقع عليهم حتى شي حاجه. كنتمنى ان الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده، والى وصفه قادمه ان شاء الله.